ستوب صورنا وهنسيع، ده شقاوة كاميرا الشغل فظيع. لو عايز تزعل انا بوزع، مش عايز تزعل مش هنسيع. بص شوف هنا كاميرا خفية والمواقف هنا حقيقية، اصل يابا و100% مش شوارع المصرية. هنرجع الضحكة للشاشات، رجالة كبار او حتى بنات، رسالتنا واصلة كل الفئات. كاميرتنا غير كل الكاميرات. هشام هوبا كريم عياش وابراهيم الباشا ناس، والديكس 3 يابا يابا. أعزائي المشاهدين في كل بيت، أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا شقاوة كاميرا. النهارده معانا حلقة جامدة جدا، حلقة شيقة، حلقة ممتعة. أحب أقول لكل الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي اوعى تقلدنا، أفكارنا جديدة، كاميرتنا شقية، بتعور، بتخربش. ما تيجي نتفرج. انتوا ايه الدور السادس ده؟ في دور اول تحت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده مكتب الشيخ دموش. انا كنت عايز الشيخ، الناس قالوا لي ان هو بيعالج الحالات بتاعتي، وانا عايز الشيخ في حاجه كبيره معايا. أهلا وسهلا فندم، حضرتك كشف ولا استشارة؟ انا كيف؟ ماشي يا فندم، كشف 200 جنيه. ماشي. قربت. اتفضلي. ماشي يا فندم. اسم حضرتك بالكامل؟ اسمي محمود عدلي محمد. معلش يا فندم، اسم والدتك؟ اشمعنى؟ احنا الشيخ بصراحة مش قالش قبل كده. انا سنية محمد محمود. الساعة 6. طيب حضرتك هتيجي على الساعة 12 بالليل إن شاء الله. انا لسه هنزل السلم ده واطلع تاني، مش هستنى ده كله. طب خلاص معلش، ادفع كشف مستعجل. كشف المستعجل ده بكام؟ عايزين 100 جنيه تاني بعد إذنك. استغفر الله العظيم يا رب. 200 جنيه. اتفضل. اتفضل. طيب 10 دقايق مع كشف كمان 10 دقايق؟ معلش. ماشي. اتفضل بس 10 دقايق. ربنا يرزقنا بزبون يكون مريش ان شاء الله. قول يا رب. ها معايا زبون بره ايه؟ ايه تحفة. معلوماته ايه؟ مشكلته ايه؟ خبريه يا ولدي، السكرتيره قالت لي زبون واحد بس. انت جاي انت واصحابك ولا ايه؟ حتى انت يا مولانا اللي بتتريق عليا. حاشا لله يا ولدي، الشافي العافيه والله، انا بضحك معاك بس. عندي مشكلة كبيرة يا مولانا وعايزك تحلها لي. ان شاء الله محلوله باذن الله. خلاص يا ولدي. انت اسمك محمود ابن الحاج عدلي محمد، ايوه صح. وامك اسمها ثانيه. كله بامره. عارف ازاي ده يا مولانا؟ وكل مشكلتك في السمنه دي. ايوه. جربت كل الوسائل؟ من اول 0900. جربت الشاي الاخضر؟ مر يا مولانا. جربت جميع الاحزمه؟ ما جاش مقاسي ولا واحد. جربت كل الدهانات؟ عمل لي هرش وجرب. شوف يا ولدي، احنا عندنا هنا نوعين من العلاج، علاج روحاني وعلاج علمي. هنبدا بالعلمي الاول. ما تخافش، قوم وقف يا ولدي. سمير. عناية يا سيدنا الشيخ. لا تعمل ايه؟ ما تخافش يا ولدي، ما تخافش. بص حضرتك اتغير. هو فين من كده؟ ما تخافش، ده علاج علمي. ماشي. كمان شويه لو سمحت. ايوه. يعوذ بالله، ده حالته صعبة قوي يا شيخ. الله 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 الله. مش علينا حالة زي دي يا ولدي. فين؟ يا سيدي ما تخافش. ساتر يا رب. لا 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 لا، ده ما ينفعش خالص. قول يا ولدي، مشكلتك عندي ان شاء الله. استريح. شوف يا ولدي، اللي فات ده يا ولدي العلاج العلمي وعرفنا المطلوب ايه. باقي العلاج الروحاني. ايوه. انت يا ولدي عليك جن احمر اسمه عاطف،
وبوبوس 2 مع بعض. ودول عشان يروحوا، عشان ترجع لطبيعتك وجسمك يبقى زينك ده، لازم تجيب ديك احمر يتيم. فهمت؟ ديك احمر يتيم. تجيبه منين؟ انت هتدور عليه تلاقيه قاعد لوحده مالوش ام ولا اب، دي مش مشكله يعني. الحاجه الثانيه تجيب لنا زحلفه نتايه، ودي موجوده في سوق رد الفرج، موجود كتير، جابوا لنا الجماعه منهم قبل كده. زحلفه نتايه زين. واخر حاجه يا ولدي تجيب لنا عنكبوت بعين واحده. عنكبوت ايه؟ بعين واحده. تجيبه منين ده يا مولانا؟ وتجيب لنا فرختين وسلطات واللازم منه، فرختين مشويين. اظن الموضوع ده بسيط، ما فيهوش اي مشكله. فيه مشكله؟ لا. وما تنساش البيبسي والحاجات الساقعه والحاجات دي. هو ده ليك ولا للجني؟ ده مش عشان يا ولدي. يا سمير انت ما قلتلوش. الاسياد يا ابوي. الاسياد يا ولدي. الاسياد بتاكل؟ علشان الداموسه اللي بيغذيك ده يبعد عنك وتبقى زي الشاب الامور. ليه؟ يشبع وما يجيش يمتك. فهمت المطلوب ايه؟ ولو مش قادر يا ولدي عندنا حل تاني. هتقدر تجيب الا الطلبات اللي قلت لك عليها؟ يعني انا عقبال ما ادور واشوف ده وده اكون خسيت يا مولانا. خلاص يا ولدي، انت تروح للسكرتيره بره تعطيها 2000 جنيه واحنا نجيب لك كل شيء، وعلى ما تيجي الاربع الجاي الجلسه الاخيره ان شاء الله هتكون احسن مننا كمان. 2000 جنيه؟ ايوه يا ولدي، ده اخر حل ليك. انت مش حاسس بنفسك ولا ايه؟ ده انت مشكله كبيره. هتبقى زينا يوم الاربع الجاي. صفروه استغفر الله استغفر الله استغفر الله. قلت ايه يا ولدي؟ ماشي. خلاص على بركه الله، على بركه الله، على بركه الله. ايه ده؟ بتاكلني يا اخي. خبر ايه؟ خبر ايه؟ ايه اللي بتعمل دي؟ لا اصبر اصبر. صل على النبي. صل على النبي. صل على النبي. اسعى صل على النبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة ده الله. مكتب الشيخ دهموش؟ أو أهلا وسهلا. والله أنا كنت رايح عند جماعة قرايبي هنا ولقيت زحمة قدام الباب بتاع العمارة، فسألت البواب فقالوا في شيخ جاي من المغرب بيعالج روحاني والناس كلها بتشكر فيه. الحمد لله يا رب. فأنا يا ريت والله عايز أكشف عنه. كشف 200 جنيه يا فندم. 200 مش إشكال، المهم مصلحتي تقضى وخلاص، لأن أنا صرفت مصاريف جامدة ولفيت كتير أوي. لا إن شاء الله بإذن الله تمشي من هنا مرتاح إن شاء الله بإذن الله. ماشي يا بنتي. اسم حضرتك بالكامل؟ الحاج أشرف محمد العاطفي. اسم والدتك؟ طب إيه اللي دخل اسم والدتي في العلاج يا بتاع شيخ حاجة؟ بصراحة ربنا ما اشتغلتش قبل كده. ماشي يا بنتي ومفيش مشاكل. الحاجة جمالات محمد علي. الساعة كام؟ الساعة 6. طبعا الساعة 11:30 كده الكشف. يا بنتي ده انا جاي من اخر الدنيا والله ومروح، انا معدي بالصدفه ولقيت الناس واقفين قدام العماره وبيشكروا في الشيخ. طب خلاص حضرتك ممكن تدفع كشف مستعجل. مستعجل 300 جنيه. ماشي. ماشي. اتفضل حضرتك طيب. حاضر. كام قلتي كام يا بنتي؟ 300 جنيه يا حاج. معلوماته ايه؟ اسمه اشرف وام اسمها جمالات. مشكلته ايه؟ بيتخانق دايما هو ومراته منكدين. والكينونه بتاعته بصمجه ومعدن. صحته 7 الله اكبر. استر يا رب. ربنا يستر. يستر بكل صحه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ ازيك يا استاذ؟ عامل ايه؟ والله يا شيخنا انا جاي لك في مشكله واملي في الله انك تحلها لي. ان شاء الله. الناس بتشكر لي فيك جامد قوي وانا طالع لك، وبيقولوا الشيخ شاطر جدا جدا وجاي من المغرب. الحمد لله. واملي في ربنا كبير. الحمد لله.
ثواني بقى. عصفور يا ابن زغلول، يلا بسرعة قول وهات لي معلوماته قبل ما يقطع النور. انت اسمك اشرف ابن الحاج محمد العطيفي صح؟ مظبوط. وامك اسمها جمالات، الله يفتح عليك يا شيخ. وعندك مشكلة مع مراتك وراكبة جان اسمه شركان. لا اله الا الله. عرفت كل ده ازاي يا مولانا؟ احنا نعرف كل حاجة. انت معمول لك عمل، والعمل ده هو اللي عامل فيك كل الشقلبة اللي انت عايش فيها دي. والعمل ايه يا مولانا في حله؟ حله عندنا بعون الله. امين يا رب. بس مطلوب منك شوية حاجات تجيبها لنا. امرني. الامر لله، ده مش لينا، ده للاسياد. اشتاتا اشتوت اشتاتا اشتوت. لا اله الا الله. ما تخافش ما تخافش، دول ما بيأذوش طالما هتجيب لنا الطلبات ما يعملوش حاجه يا مولانا. لا لا لا، ما بيأذوش طالما هتجيب لهم طلباتهم. شوف يا استاذ اشرف، امرني يا مولانا. الامر لله يا ابني، قلت لك مش لينا، ده اللي فوق. هتجيب لنا ديك احمر يتيم، وده يجي منين ده؟ وهتجيب سحلفه وتكون نتايه، ازاي نتايه؟ وتجيب لنا عنكبوت بعين واحده. لا اله الا الله. بس تجيب لنا الطلبات دي وان شاء الله حلك عندنا. ودي تيجي منين يا مولانا؟ انا ما اعرفش اجيبها. خلاص طالما مش هتعرف تجيبها، هتسيب 2000 جنيه مع السكرتيره بره. تحت امرك. واحنا هنجيب لك الحاجات دي من عند الحاج العطار. وربنا يجعل في ايدك الشفاء يا ان مولانا. شاء الله. ربنا يجعل في ايدك الشفاء يا مولانا يا رب. تعشت؟ اتعشى الحمد لله. ايه؟ اخيرا. الجو امان. امان مش الحمد لله. واحد زهق. يعوذ بالله. ليميني ليموني يا إيه ده؟ ساتر. ايه؟ انا هاخد الموبايل ليه؟ يعني حاطط الفلوس في جيبك. امال عايزه ايه يا سموره؟ لا لا اداني الجنيه اداني الجنيه. ايوه انتوا شويه حراميه. فين فلوسي؟ امسك فين الموبايل؟ فين الحراميه؟ فين الفلوس؟ فين؟